الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 53 جنيه و82 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية. يلا بينا نبدأ. سعر الدولار النهاردة انخفض انخفاض ملحوظ وكبير قدام الجنيه المصري، والتراجع كان كبير نسبيا ما بين 40 ل 50 قرش في سعر الدولار. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 53 جنيه و68 قرش للشراء، 53 جنيه و82 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 53 جنيه و22 قرش للشراء، 53 جنيه و32 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 53 جنيه و25 قرش للشراء، 53 جنيه و35 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 53 جنيه و20 قرش للشراء، 53 جنيه و30 قرش للبيع. بشكل عام الانخفاض واضح في أغلب البنوك، وده ممكن يكون بداية لتحرك جديد في سعر الدولار خلال الفترة اللي جاية. لو حابب تتابع أسعار الدولار لحظة بلحظة اشترك في القناة، اعمل لايك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. مع السلامة.